السلام عليكم، هلا شباب، كيف الحال؟ معاكم ليث شو. اول حاجه مبروك يا شباب عليكم العيد، كل سنه وكل عام ان شاء الله ينعاد علينا وعليكم لا فاقدين ولا مفقودين. ثاني شيء مبروك على بدايه المدارس، وان شاء الله تقضون سنه جميله يعني مع المدارس، او سنة مدرسية ممتازة. يعني دائما يمرون علينا متسولين وكذا ويقولون اعطونا يعني فلوس كذا مبالغ ونعطيهم، يعني نحن يعني نعطف عليهم او شيء، يعني من حسن نيتنا، يعني تكون نيتنا صالحة فنعطيهم مبالغ. لكن البعض تصير له مواقف، بعد هذه المواقف يمتنع انه يعطي اي متسول اي مبلغ مالي. بتقولون ليش؟ لان بعض المتسولين ما يحتاجون مبالغ لكنهم يروحون يتسولون. تقدر تقول انها صارت من عاداتهم وتقاليدهم فما يقدرون يتركونها، فوصلت درجة التسول صراحة لحاجة رهيبة. ما ادري هل هي حاجة تضحك او انها حاجة يعني ما ادري كيف. شوفوا المقطع معي. شوف ايوه يلا بيدفعوا خلاص هذا متسول في دولة خليجية لابس عباه وقاعد في مسجد. طبعا هو رجال، والله ما ادري يعني وش اقول لكم، لكن الرجال هذا لما يشيل العباية في البداية كذا يشيلها كذا ما ادري كيف، كانه ينقب فيه. هذول الناس اللي يزينون كذا يضيعون على الناس المحتاجة، الناس الفقراء. يعني مثلا ذول الحين حضروا هذا الموقف، فتوقع يعني وشو انه اي متسول خلاص يلقونه راح يعطونه مبالغ. مثلا اذا كانوا هم اعطوا هذا وكشفوا امره فخلاص اتوقع انهم راح يمتنعون انهم يعطون الفقراء فلوس، او بالاحرى المتسولين. المهم في النهايه يا شباب، لا احد منكم يشوف شخص قاعد في المسجد كذا ويروح يشيل العباية كذا على باله انه رجال وكذا ويكذب، في النهاية تطلع مرة اوكي يا شباب، الخبر الثاني، كثير منكم اكيد يطمح انه يزين اشياء يعني كذا رهيبة، يعني يعمل تجارب كذا غريبة او تجارب كذا يعني قوية، او تجارب يعني تزيد الحماس عنده. مثلا تجربة من تقفز من طائرة مثلا بدون مظلة، او تجربة انك يرمونك بمطاط من جنب الى جنب اخر يعني. لكن احيانا مع حماسك الزايد ممكن تجيب العيد. شوفوا هذا. باشا بقول لك ايه، انا نسيت اقول لك اني بخاف. بقول لك انت بس قلت هتيجي الاول ولا ايه؟ يلا اشوفك هناك ان شاء الله. السلام عليكم. والله ما ادري، شكله راح ورا الشبك يعني طاح، ما ادري ايش الوضع. في البداية متحمس يا باشا ومدري كيف واقول لك ايه ومدري وشو، لكن في النهاية اتوقع انه طاح برا الشبك يعني ورا، اتوقع انه طاح كذا اتوقع. على الخطوط الجوية الليبية كانت في طائرة مقلعة في الجو، وفي هذه الطائرة كانت فيها المرأة هذه حامل وفي شهرها التاسع، فسبحان الله يعني ما فكر المولود ينزل إلا في الطيارة يعني فوق في الجو كذا، قال أنا خلاص هذا وقته وأنا راح أنزل. والله شكله من صغره يحب السفر يا أخي. المهم انولد هذا الشخص في الطيارة، او هذا المولود الصغير في الطيارة، وعملوا له حفلة في الطيارة في ذاك الوقت. طبعا هذا يعتبر اول مولود ينولد في الطائرات او في شبكة الخطوط الجوية الليبية، في طائرة البراق خصوصا، يعني في هذه الشبكة كاملة هذا أول مولود ينولد في الجو. المهم بما أنه أول مولود، فالشركة قالت يعني لازم نعطي هذا الشخص أو هذا المولود امتيازات، فتخيلوا أعطوه تذكرة سفر لمدى الحياة على متن الخطوط الجوية الليبية. تخيلوا يعطونك تذكرة سفر مدى الحياة، والله لما أقعد في البيت أبد. المهم يا شباب، هذه نهايتي معاكم. ما بحاول اني ما اقطع في كلام شوي بقوله ان شاء الله، لكن في حلقة ثانية راح احط حلقة كذا للكلام الفاضي يعني. فهذه نهايتي معاكم، كان معكم ليث شو، ويلا سلام بيس.